ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معاكم من مطبخ مارجو أحلى المشروبات اللي احنا بنشربها طول الصيف بتطري على قلبنا، وبالأخص في فترة رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم بالخير وتفرحوا بأولادكم ويتقبل منكم الصيام. النهاردة معانا خروب من مطبخ مارجو بتكاته وحركاته وازاي تقدميه وازاي تعمليه، يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. هشرح لكم ازاي مشروب الخروب بيتعمل، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. معانا الادوات: ربع كيلو سكر، وربع كيلو من الخروب، وحوالي لتر ونص من المية محطوطين قدامكم في الشفشق بتاعي اللي لونه يجنن ده. هعمل ايه؟ هبتدي اجيب حلة حلوة كده، وابتدي احط فيها ربع كيلو السكر، واوطي النار عليه ما اخليهاش عالية قوي، واستنى ما احطش ولا معلقة في الحلة. في هذه الأثناء بقى خليكم معايا. هعمل ايه؟ هاخد الخروب اللي انا من ساعة ما اشتريته جبته حتت كبيرة، واغسله تحت الحنفية بمية جارية لحد ما اخليه زي الفل. هتابع الحلة على النار، هلاقي السكر فيها ابتدى يتكرمل من الحروف بتاعته، هيبتدي يحمر شوية. ما احطش اي كبشة ولا اي معلقة ولا اقلب السكر بتاعي، لكن همسك الحلة وهزها. هزي الحل، يلا يا حبيبتي هزي معايا يا أمورة يا طعمة عشان يطلع معاكي أحلى خروب من عمايل إيديكي. طبعا عمالة أهز في الحلة لحد ما لون السكر اتكرمل وبقى اللون اللي أنا عايزاه. هبتدي بعد كده أجيب الخروب اللي أنا غسلته وخليته زي الفل من أي تراب، وهروح حطاه على السكر اللي انا كرملته، وابتدي دلوقتي في الاثناء دي اقلب الخروب مع السكر علشان كله ياخد طعم الخروب الجميل اللي كلنا بنعشقه وبنموت فيه. ايديا في الخروب ما سيبوش عشان ممكن فجأة لونه يتحول لغامق، واللون الغامق قوي غير مستحب، ممكن يدي طعم مرارة للسكر. ايدي في الخروب لحد ما يديني اللون اللي انا بحبه. طبعا كلنا بنحب اللون البني الفاتح شوية، مش الغامق قوي في الخروب. ايديا فيه زي ما انت شايفة على النار لحد ما يديني اللون البني الحلو. معايا شفشق مية فيه حوالي لتر ونص مية. هبتدي اكب المية على الحلة على الخروب المتكرمل، بس بالراحة عشان بيطلع بخار ممكن يحرق الايد او الوش. اول ما هحط المية هيتحول لحتة جامدة كده. ما تخافيش لما يجمد منك في الحلة، لو انتي لسه مبتدئة ما تقلقيش خالص، هو ده الطبيعي. اول ما المية هتسخن على النار بتاعة الخروب وتغلي، ايدك فيه هتلاقيه داب معاكي خالص واداكي اللون التحفة اللي انتي شايفاه قدامي ده. شايفة معايا؟ ايه رأيك يا عسل؟ بصي لون الخروب يجنن. غلى بتاع دقيقتين 3 على النار. هبتدي احطه في مصفى سلك ضيقه واصفي الخروب منه، وطبعا اللي طالع ده احنا مش بنرميه، بناكليه ويبقى طعمه حلو جدا. لون الخروب يجنن. محدش شاف الخروب اللي من المطبخ مارجو ده في ايديكي يا بنت يا مارجو. هبتدي احطه في الشفشق واصبه في كوبايات لاسرتي. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم رمضان بالخير. يا رب يكون الديكوريشن اللي انا عاملاه في مطبخي حاجه بسيطه كده بس ارضت الفانزات بتاعتي، ويكون عجبكم. ويا رب رمضان كريم عليكم كلكم، وينعاد عليكم بألف خير. اللي عجبه وصفة الخروب بتاعي وشايف جمال لونه وشامم معايا ريحته التحفة، يا ريت يعلق لي بلايك ويكتب لي كومنت ويتابع قناتي ويكتب لي هو بيتابعني منين. ويا ريت كلكم تستنوني في الوصفة الجاية من مطبخ مارجو مع احلى المشروبات الرمضانية لحبايبي واخواني المسلمين. بحبكم كلكم. باي باي.